بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بحضراتكم في فيديو ان شاء الله الرحمن النهارده جديد بالاجهزه. تمام، اجهزه وكروت وعرض كده على الشاشات. بس بسم الله، قبل اي حاجه، قبل الاسعار واهم من الاسعار بعد الفيديو اسئله كتير، فانا بقول في البدايه كده العنوان وشويه تفاصيل صغيره عشان بس اوفر الوقت واوفر الاسئله الكتير. احنا عنواننا في القاهره فقط لا غير، مالناش فروع في اي محافظه ثانيه. للناس اللي بيشوفنا لاول مره، 60 شارع الخليفه المأمون، مول كوين، شركه اورنج. المخزن في الدور الارضي، الفرع الاول في الدور الاول فوق منه على طول. الفرع الثاني هنا 9 مول السخاوي، في وشه على طول 10 متر ما بين المولين. تمام كده، شركه اورنج. احنا باذن الرحمن عندنا شحن كل المحافظات، ولكن شحن بدفع مسبق فودافون كاش، غير متاح شحن بمقابل. طب الشاشات الفريمليس بنشحنها مع سوبر جيت او بنشحنها مع عربيات من الاقاليم. حتى شركات رابيدو والبراق عايز ابطل اشحن مع الشركات دي نهائي، لان في 2 اشتكوا كمان اخر الاسبوع ان في قاعده ما وصلتش وفي سماعه ما وصلتش. هنشحن الحاجه مثلا، يعني بشحن الحاجه كده كلها مثلا، ده شغل طالع مع الشاشه بحطها في ظهر الشاشه كامل. فواحد بيقول لي انا الشاشه جات لي من غير قاعده، وواحد بيقول لي انا السماعه ما جاتليش. فانا يعني احنا مش صغيرين ان احنا مثلا نتفق على حاجه ما نبعتهاش. طيب العرض بتاع الاجهزه النهارده باذن الله هيكون بالاجهزه الجيمنج 6 شهور ضمان. دي اجهزه استيراد، كسر زيرو، مش زيرو كسر زيرو، بطلعها من المحل ب6 شهور ضمان. دي الاجهزه الجيمنج اللي هي الار جي بي. طيب اول حاجه هبدا بالاجهزه، هنبدا مثلا بالاي 5 الجيل الثامن. اديني بقول كل حاجه بالتفصيل اهو، وهخلي ورقه مكتوبه ابعتها على الواتساب للي عايزها. عندي اول حاجه الكور اي 5 الجيل الثامن، تمام، برامات 16 بهارد اس اس دي او ام 2 128 بهارد 1 تيرا. اي 5 جيل 8، البروسيسور بتاعه 8500، صح كده يا هشام؟ 8500 برامات 16 بهارد ام 2 او اس اس دي 128 بهارد 1 تيرا. الباور كام؟ الباور 700، وفي حاجات فوق ال 700. حلو كده. البورده ايه؟ البورده ازرق. طيب الاي 5 الثامن برامات 16 وهارد 128 وهارد 1 تيرا وبورده ازرق، عامل كام يا عم هشام؟ سعره 7250. 7250. وقبل الاسعار برضو الكلمه اللي باكد عليها في كل فيديوهاتي، انا ما عنديش للاسف فصال، وبنهد في الفصال كتير وبقولها في كل فيديو، انا بديك كل حاجه بالضمان بالفرز بكل حاجه، واسال عليها في اي مكان. بقول للعميل لو في 50 جنيه اقل بره مني، فانا كده رفعت عني الوزر، عشان ما حدش يجي يشتري ويقول لك بعد ما اشتريت بشهر اصل لقيت سعر 200 جنيه اقل. فانا بقول الاسعار في الشاشات وفي الاجهزه وفي كل حاجه عندي بالضمان بالفرز، واسال قبل ما تشتري مني او من اي حد، ولو بصور لمحلات بره اسال عليه. يبقى احنا كده عندنا الاي 5 الجيل الثامن، رامات 16، هارد 128 اس اس دي او ام 2 وهارد 1 تيرا، البورده ازرق. وهقول لكم برضو على انواع البورد بس عشان ما اطولش في الفيديو. يبقى قلنا كام؟ اول حاجه كام؟ 7250. 7250. طيب الاي 7 الجيل الثامن، اي 7 جيل ثامن، رامات 16، ولو عايز تعلي علي براحتك. رامات 16 برضو كلهم رامات 16 ما عدا الاي 7 الجيل العاشر، صح كده؟ اي 7 جيل ثامن، رامات 16، هارد 128 ام 2 وهارد 1 تيرا. برضو الباور 700، الباور هنا اكتر من 700، الباور هنا حوالي 800 يا هشام. من 700 لفوق، يعني باور اقل من 700 لفوق. مفيش مشكله، يبقى اقل حاجه من 700 لفوق في الباورات عموما. يبقى اي 7 جيل 8 رامات 16، هارد 128 ام 2 مع هارد 1 تيرا. ده عامل كام بقى؟ ده عامل 8600. 8600 ده عامل 8600. الكروت لوحديها بقى، هنخلي الكروت لوحديها. بعد كده عندي بقى الاي 7 الجيل العاشر، البروسيسور 10700، ده برامات 32، ده برام 32. حتى الرامات اللي فيه ما شاء الله قطعتين 16 ار جي بي برضه مضيئه. هقرب دلوقتي وهوريكم الاجهزه، لو عايز تقرب قرب يا شيخ، لو عايز تقرب على الاجهزه عشان برضه تبقى الناس قريبه من شايفه الاجهزه، مش لازم انا يعني اللقطه. تمام، ده الاي 7 صح كده؟ ده الاي 7 جيل عاشر، رامات 32 ار جي بي مضيئه، هارد 128 ام 2 وهارد 1 تيرا. ده عامل كام؟ ده عامل 11200 دلوقتي. كنت عارضه اقل من كده من حوالي شهر، بس انا دايما يعني المتابع الحمد لله عارف ان بيزيد حاجه غصب عني. هو زاد حوالي 500 جنيه. العرض اللي كان من حوالي شهر دول كده تقريبا زادوا 500 جنيه وغصب عني. لذلك بقول للعميل اسال، حقك تسال على كل حاجه قبل ما تشتري. تمام كده؟ الضمان معاه 6 شهور. طيب عايزين بقى الكروت، يعني انا كده قلت 3 موديلات، انا مش هتكلم في الاستيراد، انا هتكلم في الار جي بي، وفي اشكال ثانيه جايه من ده، في اشكال ثانيه ممكن تيجي من ده يا هشام ان شاء الله من المخزن اللي في شبرا. تمام كده؟ عشان كله بيسالني طب انا عايز ابدل، طب انا لو احنا عايزين نبدل البروسيسور اللي هنا الاي 7 العاشر على دون يركب
بورده بقى، نغير بورده كامله. هتاخد البورده كلها حطها تحطها هناك، تاني. يعني ينفع. اه. عشان كان سايبر مكلمني عايز الاجهزه دي، قلت له ماشي، هناخد وفي حد خد 3 من دول. ماشي. تمام كده. طيب الكارت بقى عندك الكروت، عندي ايه بقى الكروت؟ قول لي كل موديل بسعره. ماشي. قول لي بقى عندك عندنا إيه؟ اول حاجه 6 جيجا الجي تي اكس 16 60. جي تي اكس 16 60 عامل كام؟ ده عامل 5800. انا مش عارف انهي فيهم، فانا عايزك تقول لي الموديلات والكروت. الكروت بضمان 6 جيجا ماشي. 6 6 جيجا جي تي اكس 16 60 عامل 8500. ده السوبر. ده السوبر عامل 8500 5800. 5800. تمام. اللي بعده بعد كده في 8 جيجا جي تي اكس اللي هو 1080. 1080 ده تقريبا اللي هو الداتا بان اللي في ايدي. ماشي. ده كام؟ ده سعره 5800 برضه. 5800 نفس السعر. ماشي 5800. ايه تاني؟ وفي جي تي اكس ال 1070. 1070 عامل كام؟ 5800. يعني كده الثلاثه بسعر واحد. 5800. في حاجات 8 وفي حاجات 6 وفي حاجات 4. بتفرق في ايه طيب؟ بتفرق. ما في حاجه 6 جيجا بسعر 8 ازاي؟ عشان 6 جيجا ده السوبر. السوبر بيبقى ايه؟ يبقى احدث مثلا، حاجه احدث مثلا. ماشي. اديني بقى الموديلات اللي عندك. في بقى 6 جيجا اللي هو 1060. 1060 عامل كام؟ ده سعره عامل 4.5. عامل 4500. ماشي. اللي بعده وفي بقى برضه ال 3 جيجا اللي هو ال 1060. تمام. سعره 3.5. 3500. تمام. ايه تاني؟ وفي ال 4 جيجا اللي هو 1050. 4 جيجا 1050 عامل كام؟ 3.5. طب 3.5. وفي اقل حاجه بقى هو ال 2 جيجا اللي هو 660 ده عامل 2000. 660 ده عامل 6. طيب ما انا عندي برضو ده كمان، ده الجي تي اكس 750. جي تي اكس 750 تي اي 2 جيجا ديد ار 5 دون عامل برضو 2000 جنيه الاثنين فان. كنا عارضين حاجات كتيره، كنا عارضين حاجات ب 1700 جنيه بس والله خلصوا. فاقل حاجه موجوده دلوقتي، اقل حاجه موجوده عندي ال 2 جيجا الديد ار 5 جي تي اكس 750 تي اي. في ناس بقى بتبيعه مثلا ب 1800 جنيه. انا بقول لك شوف الحاجه بحالتها بضمانها. بنطلع ده بضمان تيست 3 شهور، بنطلع الاجهزه بضمان تيست 6 شهور كامله. تمام كده. جي تي اكس 750 تي اي 2 جيجا ديد ار 5 ده عامل 2000 جنيه الاثنين فان. مش عندي حاليا حاجه 1 فان. تمام كده. وعندي ال 1050 ده 1 فان. عندي ال 1050 4 جيجا ده ال 1050 اتش صح؟ ده 1050 4 جيجا ده عامل 3500 4 جيجا 1 فان. 1050 جي تي اكس 1050 تي اي. تمام؟ طيب كده احنا نسينا حاجه في الاجهزه عشان نخش على الشاشات. خش بقى على الشاشات. نخش على الشاشات كده وضحنا كل حاجه في الاجهزه. طيب نخش على الشاشات. اول حاجه في الشاشات عاملين عرض على ايه بقى؟ عاملين عرض على الحاجات ال 24 بوصه الفريمليس الفرز الثاني الخفيف. 24 بوصه فريمليس فرز ثاني خفيف. ال 24 عندي البي 24 19 اتش، بي 24 19 اتش، وعندي بي 24 19 اتش سي. الاتش سي اللي هي فيها التايب سي. تمام. العرض ايه بقى؟ العرض بقى ان سعرهم معروف. الفرز الاول 2400 الاتش سي اللي فيها تايب سي، و2200 الفرز الاول اللي هي اتش بي 24 19 اتش فقط لا غير. انا عايز بس اوري كام شاشه كده. دي تقريبا اهي، دي 24 19 اتش عشان عندي فرز اول وعندي فرز ثاني خفيف. تمام. فدي مثلا البي 24 19 دي 23. عندي ال 22 وال 23 وال 24. دي 23 عموما. 23 عامله 1900 منزل عليها عرض ب 1800 جنيه. عرض ب 1800 جنيه. طيب ال 22 معلش بقى اقول ال 22 عشان اخش في ال 24 كله. ال 22 عندي ال اتش بي ال 22 اهي اي بي اس 1920 في 1200. الموديل بتاعها اسمه اي 233 اسف اي 223 اهي. فيها الاتش دي وفيها الديسبلاي وفيها الفيجا دي ب 1600 جنيه الفرز الاول. 1600 جنيه بالقعده المعدن باطار المعدن. البانل بتاعها اي بي اس 1920 على 1080 بي ريزوليوشن. الاس ار جي بي 95%. تمام كده. 1600 1823 ال 24 قلت الفرز الاول بي 24 19 اتش. الفرز الاول ب 2200. عندي حاجات فرز تاني لغايه 1900. فرز تاني خفيف. ايه فرز تاني خفيف؟ الناس بتقول لي والله العظيم كذا عميل اشترى مني بيقول لي انا مش شايف حاجه. فقلت خلاص طالما مش شايف حاجه مش هقول لك فيها هنا كذا عشان انت ما تبقاش ايه مركز فيها. يعني بص يا هشام انا هشغل لك شاشه هوريك يعني ايه فرز تاني. الفرز التاني انا قلت ان الحاجات اللي فيها خطوط انا بخاف منها. عندي شغل فيه خطوط انا بخاف منه. تمام. انما بصمه
صعب ان تزيد البصمه. الاسكرتشايه ما بتزيدش. يعني في كذا حد يقول لي طب الاسكرتشايه بتزيد. الاسكرتشايه يا جماعه دي عباره عن مثلا حاجه، يعني معلش انا اسف، حصل مثلا اتجرحت. يعني انا مثلا جرحت القعده دي كده، تمام، جرحتها كده، مفيش حاجه هتخليها تزيد. ادي اهي، ادي الاسكرتشايه اتجرحت كده، فدي ما بتزيدش. هتزيد لو انا كملت عليها، تمام، وانا اللي عملتها بايدي، لكن الاسكرتشات ما بتزيدش. وارد ان البصمه تزيد، لكن الاسكرتشات ما ينفعش ان هي تزيد، تمام. طب قرب عليا كده يا هشام ووريني الاسكرتشات فيها ايه. يعني ادي مثلا انا بقول اهو، انا هوريك كده مثلا، ادي الاسكرتشايه دي، اسكرتشايه مثلا ده بينزل من ثمنها حوالي 300 جنيه عشان الحته دي. رغم ان الشغل بيجي لي فرز اول، والله العظيم ممكن ده يحصل مننا احنا مثلا من خلال مثلا التخزين، من النقل. فالاسكرتشات دي بتحصل من خلالنا احنا، رغم ان انا شاري الشغل فرز اول بتكلفه عاليه، ولكن خلاص انا مضطر ان انا ابيع الفرز الاول بسعره، وبضطر ان انا انزل في الفرز الثاني. هي دي بقى الاسكرتشات. طيب عندي حاجه مثلا ما بتبانش غير مثلا في صفحه سوداء. يعني انا بس معلش كده يا هشام، انا هقرب. ادي الشاشه ال 4K دي، عشان موضوع ال 4K اللي خلص النهارده. ادي الشاشه ال 4K على صفحه بيضاء ما فيهاش الهواء، ما فيهاش اي شيء. طب انا عندي منها فرز تاني. طب ايه هو الفرز التاني؟ ولا انا هشوفه فين؟ في الالوان اديني مش شايف، ولكن لما اجيب صفحه مثلا سوداء بالنسبه للي بيشتغل اديت وجرافيك اهو. بص البصمه هنا، في البصمه انا هوريكم كل حاجه، انا بوضح كل حاجه. هنبص بقى هنلاقي هنا في ايه؟ نقطة حمراء. دي بينزل من ثمنها في شاشة زي كده 4K الفرز الأول ب6.5، ده ينزل من ثمنها مش أقل من 1000 جنيه. بص بقى البصمة. وريني بقى البصمة كده على صفحة بيضة. أدي البصمة بقى. دي البصمة. طيب طبعا والله بفضل الله اللهم لك الحمد، محدش بيقول الكلام ده. يعني بفضل الله اللهم لك الحمد، في ناس كتيره يمكن ما تعرفش الكلام ده. المستورد بيجيب لك الشغل مفيش ادنى مشكله. شوف لو الكاميرا وقفت، المستورد بيجيب لك الشغل مفيش ادنى مشكله. انت بتاخد الديل كله على بعضه، تمام، مثلا بسعر معين. انما احنا بقى بفضل الله بيجي عشان خاطر الناس اللي بتشتغل اديت وتشتغل جرافيك، فلازم انا بعرفه، بقول له لا دي فرز تاني، دي فيها سكرتشايه، دي ممكن تزاولك في شغلك، دي مش هتزاولك في شغلك. فاحنا بنتعامل بما يرضي الله مع اي حد عموما. طيب هنطلع بقى البي 24 19 اتش سي اللي فيها تايب سي، معاك لغايه 1900 جنيه حاجه زي كده، فيها سكرتشايه. لو انت بتشتغل مثلا الوان، عندك مثلا شغل قدر، شغل حاجه، مش هيفرق معايا سكرتشايه، يبقى انا بتغاضى عن السكرتشايه وبنزل من ثمنها مش اقل مثلا من 300 جنيه ولا حاجه. يعني الفرز الاول من دي، من الاتش بي، من ال 19 سي، وكان 2400 جنيه، هنزلها ل 1900، في 500 جنيه نزل من ثمنها، 500 جنيه نزل من ثمنها عشان حته زي كده. يعني الفرز الثاني السكرتشات اللي زي كده هنزلها ل 1900 جنيه، الفرز الاول ب 2400 جنيه، وبطلع معاها الكابلات. ده العرض اللي احنا عاملينه، هطلع الكابلات. طب في سكرتشات اخف من كده، في بصمه خفيفه لا تذكر ما بتبانش، فهطلع لغايه 1900 جنيه، تمام كده؟ طيب عندي ايه تاني؟ ال 4K. الشاشات ال 4K خلصت. كانت في ناس جايه متردده ان هي تشتري عشان خاطر القعده، والله العظيم الشاشات خلصت. حد اللي كلمني النهارده انا عايز 850، قلت له والله ال 850 خلصوا خالص، وللاسف مش جاي منها تاني، ال 850 مش جايه تاني. اللي عندي بقى موجود دلوقتي بالظبط، موجود 18 قطعه، اخر 18 قطعه في الشاشات ال جي ال 4K لشغل الايديت والجرافيك، اليو ال 27 يو دي 88، اخر 18 شاشه بفضل الله. خلاص بقى انا ما اتوقعش ان يجي تاني ال جي، الا اذا ربنا كرمنا بقى ويسر لنا وجاب لنا بقى في الشغل الجديد حاجه ال جي، ولكن انا ما عنديش ال جي تاني نهائي. الفيديو ده بقول فيه ادي اخر ال جي اللي عندي، 850 خلص، ال 850 اليو ال 850 خلص، اليو كي 850 خلص نهائي، تمام. اخر حاجه عندي 18 شاشه، 18 قطعه يو دي 88 داش دبليو. عامله كام بقى؟ لسه الشغل جاي النهارده، هم اخر حاجه. ربنا كرمنا امبارح والله، كانت في حتى زباين واقفه معايا وشافت الموقف. جه عميل خد كل الشغل ال 4K، والله العظيم بجد، الناس اللي كانت عندي هنا في المحل تشهد. جه عميل خد كل ال جي اللي عندي، لم كل الشغل اللي عندي كله بفضل الله، تمام. دي عامله 4750 بالكابلات الادابتور، ومعاها كابل الديسبلاي او كابل الاتش دي. لو فيها حاجه فيها سكرتشايه خفيفه، فيها بصمه خفيفه، بننزل من ثمنها لغايه 4250 جنيه. اديني بقول يعني بينزل 500 جنيه لو حاجه فيها بصمه، فيها دوفهايه او فيها نزيف اضاءه، تمام كده. طيب عندي بقى حاجات فرز تاني. انا بقى عايز اصفي الفرز التاني عشان في دفعه ان شاء الله هتجيلنا من الامارات باذن الرحمن، باذن الله ربنا ييسر لنا الامور. متفقين على شغل كده ما نزلش مصر والله قبل كده، فربنا ييسر لنا الامور وبنصفي كل الشغل دون عشان خاطر في دفعه باذن الرحمن جايه غريبه الشكل، حاجات بقى ما شاء الله. طيب بس ممكن تطول شهر ولا شهر ونص، فما اعرفش امتى، عشان انا دايما بقول للناس ما اقدرش اديك ميعاد ولا اعرف ايه اللي جاي غير لما يجي لي وتسته واقول لك فرز ولا فرز تاني.
عندي بقى حاجات 27 بوصه 2K بفريم، 2K بفريم، عامله 2750 الفرز الاول، وعامله 2500 فرز تاني خفيف. وكانت عندي ناس امبارح قلت واشترت منهم، فيها سكرتشايه على الجنب، فيها بتاع، مش هتاثر في شغلي، ولكن ما فيهاش مشكله مثلا ولا خط ولا حاجه. لما بقول سكرتشايه يبقى سكرتشايه، بقول بصمه يبقى بصمه. في حد بيقول لي طب في حاجات ثانيه؟ لا، انا بقول لك الكلمه واحده. الكلام اللي احنا بنقوله بفضل الله، ناس بتيجي تسالني تقول لي اصل الفيديو غير. لا، احنا كلامنا اللي بنقوله في الفيديو هو اللي بيطبق وانت معانا. دي عامله 2500 جنيه الفرز الثاني، اسمها يو 27 13 اتش، يو 27 13 اتش ام تي. طب ايه المواصفات؟ 2K 2560 في 1440 ريزوليشن، والاس ار جي بي 99%، والادوبي 79%. 79 ادوبي. حلو كده. الفرز الثاني قلت لغايه 1900. عندي قطعه، اخر قطعه اللي هي الكاميرا دي، فرز ثاني تمام، دي عامله 2000. ال 24 19 انا عايز اقرب اوريها. الفيديو كام كده يا هشام؟ مش عايز بقى اطول كتير. قول لي الفيديو كام كده عشان افصل بقى الفيديو. ال 19 سي انا عايز اوريها كده اهي. كام كده يا هشام؟ كام دقيقة؟ كام دقيقة؟ خير يعني ان شاء الله. طب ثواني بقى، انا هفصل الفيديو واوري الناس الاتش سي. ادي البي 24 19 اتش سي 1920 في 1080 بي ريزوليشن، فيها 2 ديسبلاي ان واوت، وفيها اتش دي ام اي، وفيها التايب سي لو هشتغل على ماك على طول. وعندي منها حوالي 12 قطعه مع المخارج اليو اس بي 3. دي 1900 الفرز الثاني، معاك لغايه الفرز الاول 2400 جنيه بالكابلات تمام. اس ار جي بي 99%. حلو كده. طيب نسينا حاجه يا عم هشام نقولها. الشاشات ال 24 بوصه جاي لي بكره الان اي سي. الشاشات الان اي سي جايه بكره باذن الرحمن. جم 7 وخلصوا بفضل الله. مش في كان في قطعه هنا. هي افضل شاشه بصراحه بما يرضي الله. افضل شاشه تشغلها تلفزيون، تشغلها كمبيوتر، تشغلها جرافيك. الشاشه دي عظمه على عظمه ما شاء الله، اللهم بارك. سماعات وكل المخارج. دي عامله 1600 جنيه الفرز الاول. الموديل اسمه اي 2440 دبليو ام اي. دي 1920 في 1200 ريزوليشن، والاس ار جي بي 99%. بعنا منها كميات كبيره بفضل الله، وكل اللي خد الشاشه بيشكر فيها جدا وبعت لنا عليها شكر تمام. دي فيها الاتش دي، وفيها الديسبلاي، وفيها الفيجا، وفيها الدي في اي، وفيها السماعات، وفيها اليو اس بي تمام. ودي ممكن نعمل عليها ريفيو لان الشاشه دي تستحق ادفع فيها كل جنيه. تشتغل كل حاجه، تلفزيون، كمبيوتر، كاميرات، جرافيك، ما شاء الله، والناس يعني الحمد لله عارفاها. طيب اتمنى ما اكونش طولت عليكم. اللي هيعوز الشاشات، اللي هيحتاج الشاشات باذن الله هبعت له الاجهزه. اسف، اللي هيعوز الاجهزه هبعت له الورقه زي ما هي، فيها المواصفات اللي انا قلتها، بالسعر اللي انا قلته، بالكروت، باسعارها، اختصارا للوقت، وكل واحد يختار اللي هو عايزه. ودي البلينر موجود باقي قطعتين. ال 27 بوصه التاتش البلينر اسمها بي سي تي 27 85. البانل بتاعها اي بي اس، عليها طبقه كريستال تاتش، وكنت عامل بيها فيديو قبل كده. دي عامله 300 بالكابلات تمام. اسف لو طولت عليكم، ومعلش لو انا بتاخر في الفيديوهات غصب عني. كل ما اجي اعمل فيديو من المخزن او من هنا بيبقى في عملاء، فاعذروني انا اسف للتاخير. واشوفكم باذن الرحمن في فيديو بعد بكره بكل الشاشات ال 24 بوصه الفريم والفريم. السلام عليكم.